ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين لكم بفيديو جديد. النهارده هنعمل لكم لحمه ضاني بالدمعه وفريك وملوخيه. يا جماعه، اول حاجه هنجيب اللحمه بتاعتنا وهنشوحها على الجنبين بسمنه بلدي، وبعد كده هننزل عليها بميه سخنه، لازم تكون سخنه. يا جماعه، بجد تجربوا تشوحوا اللحمه في سمنه بلدي قبل ما تحطوا عليها الميه السخنه، هتفرق في الطعم جدا. وبعد كده بقى قبل ما نحط عليها الميه برضو هنحط عليها فلفل الوان وحبه برضو فلفل اسود وبهارات لحمه. ويا جماعه دلوقتي بقى هننزل عليها بالميه السخنه بتاعتنا وهنغطيها بيها كده، هنسيبها بقى لحد ما تتسلق كده. ويلا بينا بقى دلوقتي نروح نعمل الفريك بتاعنا. يا جماعه، استغلوا اي اوقات فاضيه في ذكر الله والصلاه على النبي. ويلا بينا بقى دلوقتي نعمل الفريك. يا جماعة، أول حاجة هنجيب الحلة وهنحط فيها معلقتين سمنة بلدي وحبة فلفل ألوان كده وهنشوحهم مع بعض. وبعد ما نشوحهم مع بعض هنبقى ننزل عليهم بالفريك. احنا النهاردة هنعمل الفريك زي الرز، بدل الرز يعني، عشان احنا كل مرة الرز، فالنهاردة قررنا نغير ونعمل فريك. كمان الفريك أفيد بكتير من الرز. يا جماعة، ده كده بعد ما شوحنا فلفل الألوان والسمنة البلدي هننزل عليهم بقى بالفريك. بعد ما نشوح برضو الفريك مع الفلفل الالوان كده هنحط عليه ميه برضو لحد ما نغطيه، نفس طريقه الرز بالظبط يا جماعه، مفيش اي فرق. يا جماعه، يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يعمل شير لكل اصحابه واخواته وكل الناس اللي هو يعرفهم، عشان تدعمونا وتعملوا لايك على الفيديو، عشان احنا نعرف ان الفيديو عجبكم وننزل لكم فيديوهات اكتر. بقى هنحط على الفريك ملح وفلفل اسود. ده كده شكل الشوربه بتاعه اللحمه، يعني ده شكلها كده وهي بتتسلق. هنجيب بقى الصينية البايركس كده وهننزل فيها بفلفل رومي متقطع صغير وسمنة بلدي وبصل مفروم، وهنقلبهم كده شوية مع بعض لحد ما ياخدوا لون. وبعد كده هننزل عليهم باللحمة، نشوحها برضو او نحمرها من الجنبين. وده كده شكل الفريك بعد ما اتعمل خلاص. يلا بينا بقى نرجع للي احنا كنا بنعمله تاني. فهنجيب بقى اللحمة كده بعد اما قلبناهم كويس على النار زي ما انا قلتلكوا، هنجيب اللحمة بقى وهننزل بيها عليهم كده وهنحمرها على الجنبين. يا جماعة، ده كده الفريك هننزل عليه بقى دلوقتي بمية شوربة اللحمة الضاني، وهنغطيه بيه كده زي الرز بالظبط يا جماعة، مفيش اي فرق. نغطيه بقى كده لحد اما يستوي ونروح بقى نرجع نشوف اللحمة تاني. ويا جماعة، ده كده اللحمة بعد ما اتحمرت هننزل عليها بقى بصلصة طماطم. ويا جماعة بقى بعد ما غطيناها كده بالصلصة هنسيبها على النار لحد اما تغلي، وبعد ما تغلي هندخلها الفرن لحد اما تتسبك. بس قبل ما ندخلها الفرن هنحط عليها التوابل اللي هي ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. شكل اللحمة كده قبل ما ندخلها الفرن هندخلها الفرن بقى ونسيبها تتسبك مع نفسها. وده كده يا جماعة شكل الفريك اللي احنا عملناه قبل ما يستوي. يا جماعة، جربوا كل الاكلات اللي احنا بنعملها في الفيديوهات بتاعتنا، هتعجبكم اوي ان شاء الله. وده كده شكله بعد اما استوى. ما حاولوا تدخلوا فلفل الالوان في الاكلات بتاعتكم زي ما احنا بدأنا نعمل، علشان هو مفيد جدا وفيه مضادات اكسدة عالية. وده كده شكل اللحمة بعد ما خلصت خلاص. وده شكل الملوخية، احنا عملناها معاكم كذا مرة فقلنا مش هنعملها تاني. وده كده شكل الاكل بعد ما خلص. ده خيار مخلل وليمون وفلفل المخلل اللي احنا عملناه معاكم قبل كده. وفي مرة هنعمل لكم الملوخية اللي احنا فرزناها معاكم. ده كده شكل كل الاكل بعد ما خلص. ده شكل الفريك واللحمه وكل حاجه، وطعم الاكل كله كان يجنن. ويا ريت يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. وبس كده، مع السلامه.